السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة وهنا. كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض تفريزات شهر رمضان الكريم. واول حاجة هنبدأ بيها هي البسلة والجزر. هنفرز مع بعض البسلة وهقولك ازاي تفضل معاكي طول السنة بإذن الله، خضرة كده وشكلها جميل وبدون ما تجلد منك خالص، وكمان هتفضل معاكي فريش على طول وكأنك لسه جايباها جديدة، واستحالة تغيب منك وقت التسوية. بصراحة احسن من الجاهزة بكتير جدا. تعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنحضرها ازاي. بس اهم حاجة ما تنسيش تسمي الله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة كده انا معايا 5 كيلو من البسلة، والوقت المناسب اللي تقدري تشتري فيه بسلة فهو الوقت ده. بتكون رخيصة ومش غالية قوي، يعني ممكن تكون ب20 وب25. في البداية كانت ب30 جنيه بس بدأت ترخص. اما في رمضان فهي بتغلى اكتر من كده كمان. لما تيجي تشتري البسلة فحاولي تجيبي كده الثمرة اللي بتكون مليانة كده وتخينة شوية، بتكون فيها بذور اكتر وما بتكونش مفرغة من جوه. بفصص البسلة كويس وبحاول بقى اشيل اي حاجة غير مرغوب فيها جوه البسلة. يعني لو لقينا كده حباية مش كويسة فبنبتدي نتخلص منها على طول. بعد كده باحطها تحت مَيّة جارية وبابتدي إن أنا أغسلها غسيل كويس جدًا. بعد كده باصفيها من المَيّة، وفي الوقت ده باكون مسخنة مَيّة على النار علشان طبعًا أبدأ أسوي بقى البسلة بتاعتي علشان أبدأ في تفريزها. أول ما المَيّة بتبدأ تغلي بقى بازود كده معلقة كبيرة من السكر علشان طبعًا دي بتكون مادة حافظة للبسلة. بادوبها كويس وبعد كده بانزل البسلة. بمجرد ما بانزل البسلة مش باسيبها تغلي كتير مع المَيّة. أول ما نلاقي بس لون البسلة كده اتغير وبقى خلاص كده من اللون الفاتح اللي إحنا شايفينه ده للون الأخضر كده شوية، على طول بنبدأ نرفعها. لو إحنا ملاحظين لون البسلة اتغير معانا بقى باللون الأحمر اللي إحنا شايفينه ده. علشان نحافظ على اللون ده بقى ونثبته ونوقف عملية التسوية، فلازم نكون محضرين كده جنبنا مية وفيها مكعبات من التلج، أو مجرد إزازة كده تكون متلجة عندك ابدأي حطيها في المية علشان تبرد المية معانا. في الوقت ده عملية التسوية بتاعة البسلة بتوقف، وكمان اللون بيفضل كده ثابت وبيكون بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، لون البسلة جميل جدا. باخد بعد كده البسلة بقى بصفيها وبسيبها لحد ما تصفى تماما معانا. في الوقت ده خلاص هبدأ بعد كده أعمل الجزر أو أفرز الجزر اللي هنستخدمه مع البسلة. باجيب بقى كمية الجزر معايا حوالي كيلو ونص من الجزر، ببتدي أقطعه مكعبات صغيرة. وزي ما عملنا مع البسلة بابتدي آخد الجزر على طول في نفس المَيّة اللي سلقت فيها البسلة، وبابتدي أنزل بالجزر. كمية الجزر اللي المفروض نضيفها للبسلة مش هاقدر أحددها لِك، لإن في ناس بتحب تحط كمية الجزر قد البسلة، وفي ناس بتحب تحط الجزر نُص كمية البسلة، ولكن أنا هنا زوّدت كمية الجزر شوية علشان باحب أعمل كام كيس كده من الجزر، باحب أفرّزهم لوحدهم بدون بسلة. ممكن نستخدمهم بعد كده في الأوقات اللي بيكون الجزر فيها ممنوع أو قليل في السوق أو بيكون غالي في الأوقات دي، الجزر ده هينفعنا جدًا في التوقيت ده. باسيب الجزر كده على النار لمدة دقيقتين 2 بس. بمجرد ما نحس ان لون الجزر بدأ يتغير معانا ويكون لونه اورنج غامق كده، ببتدي ارفعه من على النار وابدأ ان انا اصفيه على طول. بديله شطفة كده على السريع وبعد كده باحطه برده في مية باردة زي برده بالظبط طريقة البسلة. باخد كده ازازة من التلج علشان تبرد المية معايا وتوقف عملية التسوية، وكمان تحافظ على اللون البرتقاني القمر اللي احنا شايفينه ده. اسيب الجزر في المية الباردة دي شوية كده، يعني ممكن تقريبا 5 دقايق لحد ما نحس ان الجزر خلاص ما عادش سخن معانا ووقف عملية التسوية بتاعته. بعد كده باخده باصفيه على طول. ممكن كمان لزيادة تأكيد نديله شطفة كده، علشان برضو لو حبيتي تستخدمي الجزر ده ممكن تستخدميه في عصير برتقال مثلا او في اي حاجة حلوة فيكون نضيف معانا. اجيب بقى البسلة والجزر بعد ما صفيناهم تماما من المية وببدأ ان انا اقلبهم في بعض. طبعا كمية الجزر زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا زي ما انتوا عايزين. عايزين تحطوا كمية الجزر قد البسلة تمام، عايزين تقللوا شوية كمية الجزر طبعا ده بيرجع ليكم. انا طبعا ما حطيتش كميه الجزر كلها عشان طبعا سبت جزء منه بحب افرزه لوحده زي ما قلت لكم. اما خطوه بقى في حفظ البسله لازم نعملها، لازم طبعا نجفف البسله والجزر تماما. يعني بجيب كده فوط نظيفه وببدا احط كده البسله والجزر على فوطه وابدا ان انا اجفف البسله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم طبعا كل كميه الميه اللي في البسله والجزر تخرج منها، علشان طبعا لما نحفظها ما يكونش فيها اي ميه خالص، وفي نفس الوقت البسله والجزر ما يتماسكوش مع بعض ويعملوا تلج او يكونوا تلج، وتكون كده البسله مفرفطه كده وسايبه من بعضها هي والجزر. نيجي بقى لحفظ البسله. بتجيبي طبعا الاطباق البلاستيكيه اللي بتكون بالشكل ده، بتبداي تحطي فيها، بيكون طبعا تخزينها وتفريزها اسهل في الفريزر مش بتاخد مساحه خالص. لو ما فيش بتبداي تستخدمي الاكياس عاديه خالص زي ما احنا هنعمل مع بعض دلوقتي. طبعا بتبداي بقى تضيفي كميه البسله اللي انت عايزاها على حسب طبعا مقدار اكلتك المناسبه. وطبعا لو انت بتحبي تضيفي اضافات تانية بعد كده زي الكوسه مثلا والبطاطس، فبتعملي برضو حساب ان انت لسه هتضيفي حاجات تانية. بس كده زي ما احنا شايفين ببدأ ان انا اغلف العلب كويس جدا. شايفين ما شاء الله مش بتاخد مساحة خالص، وكمان كده بتكون منظمة في قلب الفريزر وانت بتحتفظي بيها او بتعينيها. اما بقى لو انت هتعيني البسلة بتاعتك في الاكياس البلاستيكية دي اللي هي اكياس التلاجة، فبتبدأي برضو تحطي الكمية المناسبة. واهم حاجة وانت بتعينيها ابدأي خرجي الهواء كويس جدا من الاكياس علشان ما يبقاش فيه كده اي فراغات جوه تسبب في ان البسلة لونها يتغير معاكي او ان هي تبوظ. فبنخلي بالنا من حاجة زي دي.
ابدأي طلعي الهواء كويس جدا، وبعد كده غلفي الكيس كويس، افردي البسله بالطريقه دي علشان طبعا ما تاخدش مساحه معاكي برده. بعد كده قفلت الكيس بقى بحته سلوتيب كده صغيره او لزاق علشان طبعا الكيس ما يتفتحش مننا. بالنسبه للجزر انا كده كنت شلت حبه كده لوحدهم علشان افرزهم بدون بسله. الجزر ده طبعا بينفعنا برده في اوقات كتيره جدا، لما بيكون الجزر غالي في الاسواق او بيكون قليل مش لاقيينه مثلا، فالجزر ده بيكون موجود عندنا. لو حبيتي بعد كده تعملي عصير مثلا برتقال بالجزر وحبيتي تاخدي منه هو بيكون موجود. طبعا بفرزه بنفس طريقه تفريز البسله، بخرج الهواء من الكيس كويس جدا وبقفله كويس وبحتفظ بيه في الفريزر. بس كده يا بنات، دي كانت طريقه تفريز البسله. عايزه اقول لك لو فضلت معاكي طول السنه، من السنه للسنه كده، هتطلعيه كانه لسه فريش وكانها لسه طازه. هتفضل معاكي لونها اخضر كده وفريش وجميله جدا. كمان الطعم هيكون حلو قوي، وقت التسويه مش هتجلد معاكي ابدا، وكمان هتستوي بسرعه. حاولي بقى تستغلي فرصه وجود الجزر والبسله في الوقت ده، متوفر في الاسواق بكتره الايام دي، وسعرهم كمان رخيص مش غالي. بعد كده يا بنات في رمضان والله الحاجه بتزيد اضعاف مضاعفه، فحاولوا تستغلوا الفرصه وما تضيعوهاش من ايديكم. ومش شرط تجيبي كل حاجه مره واحده، ممكن تجيبي جزء بجزء. لو 2 كيلو ب2 كيلو حتى جبتيهم وفرستيهم، هتعينيهم على طول ولا كانك جبت حاجه، ومش هتحسي بيهم خالص. ربنا يجعل كل بيوتكم يا رب عامره بالايمان والخير والبركه، ويحسن ما بين ايديكم جميعا. حفظت بعد كده بقى اكياس البسله والجزر في الفريزر بنفس الطريقه دي بقى، مش هتاخد مساحه معاكي خالص، وهتفضل معاكي طول السنه. اللهم بارك باللون الاخضر الجميل ده، هتفضل معاكي فريش على طول. جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، والف هنا وعافيه. وبكده الفيديو بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا من الطريقه. لو انتي وصلتي معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو ده وتشتركي معايا في القناه علشان تشوفي فيديوهاتي على طول. وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.